الكاف يعاقب مدرب منتخب السنغال وتمنعه من التدريب بعد استفزازه للمغرب في نهائي كأس إفريقيا بين منتخب المغرب والسنغال. لذلك تمت معاقبته حيث كان هو المسؤول عن التصرفات الغير أخلاقية في ملعب الرباط. كحالش يبقى غير كحلوش من الاخر، كحالش غادي الدور السمطه ان شاء الله باذن الله. وانتم تجيو تبوسوا رجلين المغرب وتعتذروا على الشيء اللي درتوه، بغيتوا ديروا الفضيحه في المغرب. ايام بين ويديكم ويجيبكم. جاي حتى المغرب باش تهرس الملعب بهذا الحقد وهذا الحزن وهذا الغل وهذا الغيره البغض. حشومه انتم افارقه. قالها فارس عوض. افريقيا اقسم لكم بالله تبقى افريقيا ولا تتطور ولا تزيد لقدام. يخرج ارسين فينغير وعارف واش كاين وقال لك افريقيا هذه كلها في المغرب، او قال لكم في التالي ديما المغرب. وخرج انفانتينو وقال افريقيا خصهم يتعاقبوا وكذا منا، ولكن خصك تشوف العالم كان يشوف المغرب. لا المغرب راه قوه طالعه، وهذيك القوه طالعه جانات افريقيا لانه هرب عليهم بواحد 50 عام ولا 60 عام بينه وبينهم بزاف. جاناتهم تكالبوا ملي بدات البطوله هما متكالبين. انا حطيت لكم انا هنا صحافه زيكو ملي بدات البطوله صحافه زيكو هما متكالبين، وبعض الاعلاميين ديال فرنسا حتى هما متكالبين، لانه فرنسا غتولي حتى هي اللي راه غتولي من الدول الثالثه، والمغرب طلع. ايطاليا بنفسها واستعرفت قالت لك حنا اللي من الدول الثالثه والمغرب طلع. هذاك الشيء اللي جاناهم، هذاك الشيء اللي ما خلاهم هذاك الغل والاخر يخرجوا البارح يفرحوا الشعب برا والكلاكسونات وجري ما قال جري والمصري ومساكين. هذاك الشعب ما فاهم والو، الشعب مسكين هذاك ما عارفش الدوخه اللي دوخوه فيها وحطوه فيها. لو كان عارف الشعب بالله المغرب راه تطور. المغرب ما بيش كاس افريقيا، ما بيش هذيك الكاس وكذا منا، لا المغرب شوف البنيه التحتيه، شوف التطور ديالو، شوف العالم واش راه يشوف في المغرب. من انت كشعبي ما عارفش هاد الحوايج، انت كشعبي راك مسكين خارج احتفل وصافي. يعني هنا باش تعرف الغل اللي فيهم، فهمتوا؟ والحزن في الانظمه راني انا كندخلها ديريكت في الانظمه هي اللي خلات هذاك الشعب مسكينه صحاب له درك من نهازم المغرب صافي طاح. صافي لو من نهازم المغرب صافي الملاعب ما كان، صافي البنيه التحتيه ما كانش التران تي جي في ما كانش، المحطات ما كانش. المغرب راه يبني في روحو غادي بدون بترول وبدون غاز. لا مصر هذا ملفو المدمس، ولا حنا ما كاين والو، ولا تونس ولا موريتانيا اصلا ما عندها والو. افريقيا هذيك كامله ما عندها والو، عارفين افريقيا باش تمشي. من هنا هذا هو الاشكال اللي خلاهم البارح يخرجوا ويفرحوا ويحتفلوا وجري ما قالش. بصح الناس العقلاء اللي عارفين المغرب بالله فين راهم خرجوا داروا فيديوهات. قال لك المغرب هرب على افريقيا. هذا الشيء اللي خلاهم يحسدوها. انت من يخرج ارسين فينغير راه كان يشوف، من يخرجوا صحفيين عالميين ويكتبوا تدوينات ويقول لك اودي هذا الشيء عمره ما شفناه. افريقيا كامله ضد بلاد، ما يمكنش بلاد ظالمه افريقيا كامله، لا ما امبوسيبل. هو المغرب طلع النيفو عليهم. سي نورمال هما تجاناو، سي نورمال هما تكرازاو، سي نورمال يدوروا كيفاش يديروا الاسباب باش يسكتوا الشعب ديالهم، باش يعطيو للشعب ديالهم هذيك الحاجه ديال المغاربه ما كان والو هما انهزموا. خرجت تحتفل انت اللي ما عارف والو، انت ما عندكش حتى ما تاكل. خرجت تفرح انت اللي ما عندكش حتى ما تاكل. المغرب راه جاي واحد حوايج كبار اللي غادي يبهروا العالم وغادي يخليو المغرب بواحد الحاجه كبيره، والايام باينه. وغادي هذاك اللي خرج يفرح غادي من يشوف الشعب المغربي فرحان ضده غادي يخرج ينتقد يقول لك كيفاش هاد الدوله تفرح ضدنا. هذا الشعب المغربي غادي يفرح عليكم دوله بدوله، وغادي يضحك عليكم دوله بدوله، وكامل هذاك 40 مليون مغربي دوله بدوله غادي تبكيكم وغادي يضحك عليكم، كي كبيرهم كي صغيرهم. لانهم الشيء اللي درتوه البارح ديال اطفال صغار كيما المنتخب السنغالي، اطفال صغار باغيين يبكيو مساكين، نبكيو عطيونا البطوله عطيونا الكاس ولا غادي نبكيو. هذا هو الحقيقه. غادي تشوفوا هذاك الشيء بعينيكم في امريكا. شوف كاس العالم في امريكا غتشوفوا هاد الحوايج غادي تشوفوهم بعينيكم. والايام بيننا نخليها لكم مفتوحه لكاس العالم في امريكا والالقاب اللي جايين للمغرب. والايام بيننا غادي تضحكوا بزاف وهما غادي يبكيو بزاف، وفي اخر المطاف غادي يركعوا للمغرب.
والله قسم افريقيا كامله تركع للمغرب. في اخر المطاف افريقيا كامله هاد اللعينه تركع للمغرب ودير المغرب فوق راسها، لانه غادي يهرب عليهم. واحد عنده جوج بحور ماشي بحال واحد ما عندوش حتى بحر. وواحد عنده اكبر الميناءات ما خليتني نبغى ندخل في شي حوايج ما بغيتش ندخل فيهم، ماشي واحد ما عنده حتى حاجه. وفهموا الميساج ديالي. واحد طور في واحد الشكل سريع في ظرف ديال 10 سنوات ولا 9 سنوات، طلع النيفو طلع لبرا بعيد، يجيني حتى اوروبا بنفسها وتخاف من المغرب. هادشي اللي هو واقع، هذا هو الواقع وهذه الحقيقه. اوروبا خايفه من المغرب لانه المغرب مشى بعيد. واليوم انا الكراكي واللعابه وكل شيء، والله القسم مساكين الا غير روحوا عاونوهم في الميساجات، رفعوا لهم معنويات. دياز ما تطيحوش على دياز، عاونوه. الكراكي عاونوه، اللعابه عاونوهم، وقفوا مع بلادكم. اي حاجه تشوفوها ضد بلادكم وقفوا مع بلادكم في السراء والضراء، لانهم غادي يحاولوا يخسروا الصوره ديال المغرب. وانا عارف واش راني نقول، غادي يحاولوا مازال يزيدوا بالهجومات على المغرب. ولكن الشعب المغربي خصو يكون حذر. هذا الشيء ماشي نورمال باش تبدا قبل البطوله وتهجم عليا في البطوله كامله، هادشي ماشي عادي. وغادي يحاولوا يديروها في كاس في هذه الشهور القادمه، يحاولوا يهاجموا المغرب. ولكن الشعب خصو يكون قوي، الشعب خصو يوقف مع بلاده وخصو يوقف مع المسيرين ديالو، لانهم تكالبوا على المغرب. علاش؟ بالنجاحات ديالو اللي ظاهي العالم، اللي حسن بالعالم.